السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ام تيكت. التطبيق ده مساحته 13 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بحجز التذاكر السيارات وحجز تذاكر النقل العام. التطبيق ده تطبيق فرنسي موجود داخل دولة فرنسا في الاتحاد الأوروبي. تقدر لو انت سافرت دولة فرنسا كشغل كزيارة كفسحة كويك اند كهاني مول كأي حاجة، وعايز ان انت تتنقل من مدينة لمدينة او من مكان لمكان، هتكون محتاج ان انت تعرف المواصلات. التطبيق ده بيقدر يعرف او يتعرف من خلال اللوكيشن بتاعه على المكان اللي انت فيه، وبعد كده بيقدر ان هو يقول لك المكان اللي انت رايحه على بعد قد ايه، وايه المواصلة الافضل ليك اللي انت تركبها. يعني تركب مثلا اتوبيس، تركب سيارة، تركب قطار، تركب مترو، تركب ترام، تركب اسهل وسيلة نقل واقرب وسيلة نقل بالنسبة للمكان اللي انت فيه. يعني انت مثلا قريب من محطة قطر، يقول لك مثلا القطر اقرب لك. قريب من موقف عربيات او موقف سيارات او موقف اتوبيسات، يقول لك الاتوبيس افضل لك او الحافلة افضل لك او العربية افضل لك. فهو بيشوف افضل حاجة ليك ايه وبيقول لك عليها وبيديك نصيحة عليها، ويعرفك المكان بينك وبينه قد ايه، ويعرفك اللوكيشن بتاعك على الخريطة والمكان اللي انت رايحه والبعد بينك وبينه قد ايه. كمان بتقدر تحجز من عليه التذاكر لو انت تركب مثلا اتوبيس او حافلة او عربية. تقدر تدفع كمان من خلال التطبيق عن طريق الفيزا كارد او الماستر كارد او جوجل باي او باي بيل او اي حاجة من وسائل الدفع الالكترونية. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الفرنسية ومفهوش لغة عربية ولا اي لغة تانية. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين اكتب لي في الكومنت. لو شفت ميزه وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو. فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف فيه حاجه مختلفه يكتبها في تعليقات، واحنا دايما بنسبب التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ علشان في بعض الناس بتحمل التطبيقات بعد ما بتشاهد الفيديو، والفيديوهات اللي بتكون موجوده على القناه بقالها فتره طويله، بقالها سنه، اقل من سنه، اكتر من سنه، وبعد ما تحمله تقول لك انت ليه مش قايل كل الحاجات اللي موجوده في التطبيق ده. ببساطه لان بيكون التطبيق اتغير فيه حاجات خلال الفتره دي، عشان كده التطبيق بيكون اختلف. عشان كده دايما احنا بننوع ان لو حد لها حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. وعشان كده احنا دايما بننزل على القناه التطبيق ممكن ننزله اكتر من مره، لان التطبيق بينزل له تحديثات على طول. لان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات، يعني بينزل لها تحديثات مستمريه، ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من معالم التطبيق كلها. عشان كده دايما بننوه وبنأكد على الحته دي. وشكرا، سلام عليكم.